للاسف على ما طلعوا كان شرحهم. عتلة ضرب بالست 70 سنة المهرية اللي جسمها مهري من الشقة بعتلة، دراعاتها على الجلد، يعني الجلد بس هو اللي ماسك الدراع، مفصولين الدراعين والرجل. امي انا صابرين اخت هاجر، حصل ان هي من حوالي 3 اسابيع لقيتها جاية عندي البيت، وهي نادرا ما بتيجي عشان معاها اطفال، وانا شقتي صغيرة ما بيعرفوش يناموا جنبي، ففوجئت بيها جايه بالليل قوي. بقول لها مالك يا حبيبتي في ايه؟ قالت لي ده الحسيني بعت لي. الحسيني ده اللي هو الزوج اللي هو قالت لي ده الحسيني. ده كام سنه وشغال ايه؟ 35 سنه شغال نصاب، وعليه 13 بينصب على الناس. عليه 13 قضيه نصب، هو اللي نصب على الناس، فابو طالب في الفلوس 16 مليون جنيه والناس بتدور عليه. هو دخل علينا، هو متجوزها من 2 ما كناش ان هو بيتاجر وبيبيع ملابس اطفال وفارش في ابو طالب وبيشتغل وبيكسب وكده. المهم فوجئنا ان هو نصب على الناس ومنزلينه على النت. من ساعتها وهي يعني مش طايقه تدخله ولا طايقه تعيش معاه، لانه كذب علينا ودخل علينا بصوره قال الله وقال الرسول، وصوره يعني خلاص قلنا هو ده، وخاصه انه قلنا ده انسان محترم ويصون اختي، خاصه ان هي معاها 3 عيال، ولادها هي ولسه صغيره، ولادها هي من زوج الاولاني، ولادها هي من زوج تاني. فهو دخل علينا زوجها الاولاني اللي هي انفصلت عنه. زوجها انفصلت عنه. فهو دخل علينا دخله كده، انا وامي صدقناه، احنا ما بنخونش حد. دخل علينا دخله انت لو شفته هتصدقوا. المهم وجوزناهم. مفيش سنه ونص لقينا صورته نازله على النت ان هو نصب على الناس في 16 مليون جنيه في ابو طالب. اختي قالت حد الله، والناس راحوا لها عند البيت قالت لهم حد الله بيني وبين فلوسكم، ده انا شغاله في ممرضه وبكسب وبربي عيالي وانا مش عايزاه، وطردته اصلا من هنا بسبب الحوار ده. المهم ارجع للموضوعنا تاني. المهم قالت لي ده الحسيني بعت لي مكالمه، قال لي هعمل فيكي زي نيره اشرف. المكالمه معايا على التليفون وهديها لحضرتك وعلى تليفونها. اتفضل. المهم نيره اشرف قلت لها طب يا بنتي شيل ده من ده يرتاح ده عندها، وبيعي الشقه دي او سيبيها وخدي مكان تاني هو ما يعرفوش. قالت لي هو ده اللي انا هعمله يا اختي. المهم انا من يومين كده كنت تعبانه، عندي مشاكل، شايله المراره وعامله لي مشاكل، ورحت كشفت عند الدكتور قال لي ده انت محتاجه عمليه، المراره كونت حويصله مراريه. المهم قلت لها الحقيني خديني المستشفى اعملي لي التحاليل واعملي لي العمليه دي. قالت لي حاضر. المهم رحت لها امبارح حوالي الساعه 10:30، خلصت حاجه بيتي ورحت لها امبارح حوالي الساعه 10:30 بالليل. قلت ابات معاها وتاخدني معاها الصبح ونازله في المستشفى بتاعتها تعمل لي التحاليل وتشوف موضوع المراره اللي قالوا لي عليه ده. المهم قعدنا وتعشينا ونمنا، وقمنا الصبح بنفطر الولاد وبنستعد عشان ننزل. مرات اخويا كانت المفروض نازله رايحه شغلها قبلينا، واحنا قافلين ومأمنين وكل حاجه وعاملين حسابنا ان هو يغدر بينا في اي وقت. وماما طلعت لنا الدور العاشر لوحدها على رجليها بالليل، قالت انا قلقانه عليكم مش هينفع، يا نموت سوا يا نموت سوا يا نعيش سوا. امي 70 سنه، امي شرحها دراعاتها الاتنين مدلدلين من جسمها مفصولين عن جسمها. امي شرحها. المهم بتفتح مرات اخويا باب الشقه عشان تنزل تروح شغلها. لقينا مرات اخويا دي عند الشباك منطوره، واخده بباب الشقه ومنطوره عند الشباك. المهم وهو داخل بعتله، وهي عماله طول الليل تقول لي هو عشان العماره جديده هو مستخبي في شقه من الشقق اللي بتتبني. قلت لها يا بنتي هينام في الطين وفي التراب وفي الطوب والاسمنت، مستحيل يعني. قالت لي لا والله مستخبي لي في العماره والله. المهم فعلا ده فعلا نايم في شقه من الشقق اللي بتتوضب في العماره. وعتله ضرب بالست 70 سنه المهريه اللي جسمها مهري من الشقه بعتله، دراعاتها على الجلد، يعني الجلد بس هو اللي ماسك الدراع، مفصولين الدراعين والرجلين عن جسمها. واختي عينيها خلاص. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
اللهم لك الحمد. عينيها الشمال خلاص، عوضنا على الله. معاها 3 عيال، هي ام واب. ليه عمل فينا كده؟ هي العيشه بالعافيه. كل ما واحده تقول لي واحد لا يقتلها، ليه ما يشوف غيرها تناسبه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه امي؟ ليه امي؟ ليه امي؟ امي ليه امي 70 سنه؟ ليه شقيت 70 سنه بتشتغل علينا؟ ليه 70 سنه ليه؟ طب كان ضربني انا. كنت موجودة وقت الواقع؟ ايوه انا موجوده بس انا خدت ال5 عيال ودخلت اوضه قفلت عليا الباب. لا انا هوا ماشي. انت مين؟ انت مين؟ انا حمص. طب كمل. بس هو ده اللي حصل حضرتك. قعدت اتصلت بالنجدة واتصلت باسم دار السلام، جات لي النجدة وجالي اسم دار السلام وجم هنا دلوقتي خدوا اقوالنا كلنا ومشي وقال لي النيابه هتجيلك الصبح. عايزه حق اختي، عايزه حق امي وحق اختي، بالله عليكم عايزه حق امي. ال70 سنه ليه؟ طيب هو هذا الرجل يعني سبق ليه يعني زواجه من سيدة أخرى؟ متجوز ومعاه واحدة تانية ست، معاها 6 عيال في الفيوم. كان منفصل عنها ولا؟ منفصل عنها بسبب حوار برضو النصب بتاع أبو طالب، وهي كانت عايشة معاه. فأبو طالب ده كل الحاجات دي عرفناها بعد ما اتجوز أختي. قلنا لها برضو عيشي، لو طالما كويس معاكي عيشي، معلش. المهم بقى عرفنا بقى الموضوع بتاع ابو طالب ده والنصب على الناس. من ساعتها واحنا كلنا كارفين وما بناكلش حرام. كلنا شقيانين، انا شقيانه وهي شقيانه، وامي ال70 سنه دي لغايه دلوقتي بتشتغل. امك بتشتغل ايه واختك؟ اختي ممرضه. اختي ممرضه وامي بتفصل فساتين افراح. تمام. طيب حالتهم ايه في المستشفى دلوقتي لو تشرحي؟ دلوقتي هاجر داخله على عمليات الرمد عشان ادها بالعتله اللي هي حرف التي دي، دخل عينيها جوه مخها، داخله بقى يستأصلوا يخيطوا، مش عارفه هتعمل ايه. هي طلعوها اسم 16 دلوقتي، المفروض هتدخل عمليات. وامي دخلت عمليات العظام عشان يشوفوا دراعاتها هتتقطع ولا هيتركب شرايح ومسامير ولا ايه. كل ما اسال حد يقولوا لي احنا مش هنعرف، الناس يعني عملوا اللي عليهم وزياده. بس كل ما اسال حد يقولوا لي احنا مش عارفين، اما ندخل العمليات هنعرف الدنيا فيها، اما نفتح وندخل العمليات. عشان كده انا مش عارفه، انا محدش عارف يخيطهم. المتهم تم ضبطه؟ ايوه تم ضبطه. انا حدفت الملايات، والاصل احنا في الدور العاشر وانا بصوت من الشباك محدش سامع، في جراج تحت البيت. انا حدفت الملايات والاطباق البلاستيك والفوط الحاجات التقيله. الناس شافوهم بصوا فوق، راحوا شافوني وانا بصوت وبشاور بدراعي، راحوا طالعين. طب المشهد ده دار قدام اطفال؟ قدام 5 اطفال. واحده بنتها الكبيره في 5 ابتدائي، بنتها الكبيره في 5 ابتدائي، و2 توأم في 3 ابتدائي، وواحد 2 سنين ابن اخويا، وواحد 3 سنين ونص برضو ابن اخويا، وانا وامي ومرات اخويا. بس انا خدت الاطفال وقفلت عليا اوضه وقعدت اشاور للناس من الشباك، حذفت الفوط والملايات. تمام. ايه اللي يعني اشرحي لنا. طب والدتك ايه اللي بتقوله دلوقتي وهاجر؟ يعني ما بيقولوش حاجه، ما هو في اغماءات، في غيبوبه، دمهم الصفا، في حاله غيبوبه، دمهم الصفا. ما كانش في اي حد راجل او حاجه يقاومه ولا اي حاجه؟ ما فيش. طلع بقى انا اخدت اول خبطه اهي. ما جيت الساعه كام كان الوقت؟ كانت الساعه 12 وربع صباح الظهر. ما كانش. المهم انا لما شفته طلعت اجري، حاولت اخد منه العتله اصلا وانا بمسكها قطعت لي كسرت لي ضفري. يعني اهو الدم لسه ما غسلتوش، يعني انا واقفه، ما بالك عتله بمسكها بس كسرت لي ضفري، فما بالك نزلت على جسم امي. 70 سنه وفي عين اختي، دخلت في عين اختي، عليه العوض ومنه العوض. حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لديكي اي اضافه تانية حابه تقوليها معانا؟ حابه اقول لكم ما تسيبونيش عشان احنا ما معناش راجل، ما تسيبونيش. انت اختين بس ولا ايه؟ اختين ولينا اخ مات اللي اطفاله احنا بنربيهم دول. ماشي اختين، وما تسيبونيش ما تسيبونيش. احنا بص 5 اطفال و4 ستات لوحدينا. ارجو من الناس المحترمه والناس القانون واسم دار السلام المحترم ما سابونيش.